النادي الاهلي يهدي نادي الزمالك المكافأة الاغلى على الاطلاق، وهو مكافأة الاستثنائية من موسم اياد، وهي كام؟ $1,500,000. موسم اياد اعطى مكافأة لنادي الزمالك $1,500,000. ده غير طبعا المكافأة المحددة والرسمية بتاعة الاتحاد الافريقي الكاف. طيب ندخل في احداث المباراه وندخل في كل التفاصيل بقى وكل الهيصه والميغا اللي حصلت دي والكوارث طبعا اللي حصلت الدفاعيه والهجوميه والبلانطيه. لكن قبل ما ندخل لا ننسى دم الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. وما تنساش تحط اللايك بتاعك الجميل دعما لاخوك محمد ابو سعيد اللي بيسعى جاهدا لاسعادك. نادي الزمالك يفوز بالبطوله الاغلى على الاطلاق على حساب نادي الاهلي، على حساب نادي الاهلي، على حساب نادي الكبير الافريقي. من هو الاهلي؟ من هو الاهلي اللي فقد شخصيته واسمه في هذه المباراة؟ الاهلي فقد كل شيء في هذه المباراة. لعيبة النادي الاهلي خلاص استكفت. لعيبة الاهلي استكفت بطولات. يعني مش عايزين بطولات. احنا خدنا بطولات، يا لهوي خدنا بطولات لا تعد ولا تحصى، وياما خدنا مكافئات ما جاتش على السوبر. دول الزمالك الغلبان هم بس شاطرين في ايه؟ ان هم يتعبوا اعصابنا وقولوننا ومعدتنا يتعبونا احنا. بس احنا ايه ذنبنا ان انت استكفيت؟ انا ما استكفيتش يا عم، انا ما استكفيتش. جمهور الاهلي ما استكفاش، ما عملتش ليه حساب الجمهور. لعيبه الاهلي وهي بتلعب في ارضيه الملعب مش بتفكر في المكسب، مش بتفكر في المكسب. لان ايه؟ لان هم نازلين عارفين ان هم كسبوا اصلا. يعني هم كسبوا المباراه، حلموا بالليل ان هم كسبوا المباراه. هم نايمين كده اهو. شفتش انت عمر ربيعه وهو نايم كده اهو بعد ما سجل ضربه الجزاء؟ وعندك برضه اسمه ايه، عمر كمال كان برضه نايم كده اهو. تعرف ده بقى يفكرك بيه؟ نايم ولا بيا ولا عليا، فجأة طلع خازوق صحاني من احلى نومه. هو بقى الخازوق ده خسارتك النهارده او بالامس امام نادي الزمالك. خساره موجعه مؤلمه جدا من نادي غريمك التقليدي. وخد بقى، خد تحفيلات للصبح، خد تحفيلات. احنا مش هنخلص والله ما نخلص. ما خلاص بقى سوبر الابطال. احنا مش كنا واخدين دوري الابطال؟ يلا دوري الابطال على حساب الزمالك. خدوا سوبر الابطال على حسابنا. ومنذ 31 عام لم يفوز الزمالك على النادي الاهلي في السوبر. فاز بيه امبارح. تاريخ نادي الزمالك يصنع التاريخ مجددا. طيب نادي الزمالك كسب ليه؟ نادي الزمالك كسب عشان عنده اراده وطموح. عارفين انت الطموح دي؟ نادي الزمالك عنده طموح ونازل الملعب هياكل النجيله. نازل الملعب انا هكسب، يعني هكسب عشان عارف ان انا لو خسرت هتحفل عليا. لا انا نازل اكسب وراضي جمهوري ان انا مزعله من بقالي موسمين. لا انا هنزل اكل النجيله حرفيا. وده اللي حصل. اللعيبه نازله عندها اراده وقوه، نازلين تلعب، نازلين يكسبوا. والكلام اللي طلع وانتشر على السوشيال ميديا والكلام الحلو اللي احنا قعدنا نقوله الاهلي خلاص ومش عارف الزمالك ما يروحش السعوديه عشان مش هيجيب قوه في العارضه. يا استاذ احمد يا بلال، الزمالك ما كانش المفروض يروح السعوديه عشان ما كانش فعلا هيجيب قوه في العارضه، وما جابش قوه في العارضه. كل قوه في الجون. الزمالك قوه في الجون، احنا اللي قوانا في العارضه، احنا اللي منحوسين. طبعا التحفيلات اللي حصلت قبل المباراة كانت عامل مؤثر جدا ايجابي على لعيبة نادي الزمالك. طيب نادي الزمالك دخل ايه بقى؟ دخل المباراة طبعا بعد ضربة الجزاء واللعيبة كلها هجمت الحكم لا او مش عارف مش ضربة جزاء، واللعيبة ضغطت على الحكم بطريقة غير طبيعية. بعد كده الحكم ما بقاش يشوف قدامه، ده يكسر في ما مش شايف، انا اعمى، انا مش شايف، لا انا اعمى حرفيا. الحكم عارفين انتوا لقطه يحيى عطيه الله؟ تمام، كان داخل هجمه تمام، المسلوسي ده اصلا مش عارف ايه اللي بيلعبوا كره القدم. هو مش مكانه وبيهنطش وبيكسر في اللعيبه على الفاضي. المسلوسي يعني هو اصلا موقعه تمام، مسكوا ايده كده وموقعه ودايس على ايده بالستارز. دي على الاقل حاجه كات اتصالات اي حاجه. لا
ما ادالوش ولا الهوا. بص انا اعمى مش شايف. انت بتكلمني انا حرفيا مش شايف ولا شايف ولا سامع. سكتم بكتم بعمي هبل. حكم مش موجود، حكم ما عندوش شخصية نهائيا. ضغط نادي الزمالك نفع، ضغط نادي الزمالك الاعلامي اللي حصل على الحكم شتت الحكم. حكم هو ضعيف، حكم ضعيف هيعمل ايه؟ الاهلي يقال ان هو كان ليه ضربة جزاء ما خدهاش، والزمالك كان ليه برضه ضربة جزاء برضه ما خدهاش، واللي يكسر من هنا واللي يكسر من هنا يلا ما يجراش حاجه، انت كسر وانت كسر. يعني على فكره ضربه الجزاء اللي احنا خدناها دي لو ما كانش الفار نبهه ما كانش هيروح اصلا. حكم خايف، حكم مهزوز، حكم اقل بكتير جدا ان هو يحكم ماتش اهلي وزمالك، ماتش قمه عربيه افريقيه عالميه، اقل بكتير. ندخل بقى على جوميز. جوميز عمل ايه بقى؟ جوميز هاجم بعد طبعا الهدف الاول بضربه الجزاء وسام ابو علي، هاجم بكل شراسه، ما عنديش حاجه اخسرها، ما عنديش اللي اخسره. راح منزل مين بقى؟ راح منزل لك عمر فرج، وراح منزل منسي، وراح منزل مشلاك. هاجم يعني بص هاجم، ما عنديش حاجه اخسرها، هاجم بقى. وهاجم فعلا. المفروض بقى النادي الاهلي يعمل ايه؟ المفروض بقى ايه؟ الماتش انت جبت الجون، الاهلي جاب الجون، المفروض بقى يهاجم، هات التاني هات التالت، يلا انهي المباراه في اولها. لا، الاهلي جاب الجون ونام. ودي اول مره اشوفها مع مارسيل كولر. مارسيل كولر عارفه بيجيب الجون وبيهاجم عشان التاني والتالت والرابع ويخلص ويطمن اللعيبه. لا، الاهلي جاب هدف ومات، انتهى. الاهلي اصلا ما كانش موجود في المباراه، ولا استحواذ صح، ما استحوذناش ولا تمريره واحده صح، ولا عملنا اي حاجه صح. طيب ايه في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ الاهلي ما كانش موجود حرفيا في المباراه، فنزل لك بقى ومشلاك. وبعد كده بعد ما ايه ما اطمن وجاب التعادل راح منزل ايه؟ شحاته، محمد شحاته، عشان ايه؟ يوزن خط الوسط. وراح مطلع ناصر طلع ناصر ماهر، وطلع مين تاني؟ طلع لاعبين تانيين يعني مش فاكر. طيب اما مارسيل كولر بقى عامل ايه؟ المفروض بقى مارسيل كولر هيهاجم بقى شراسه هجوميه، خش يابا بالتقيل. راح منزل لك مين؟ طاهر. يا حلاوه يا حلاوه، بينزل لي طاهر محمد طاهر في ماتش زي كده. وايه بقى؟ بينزل طاهر قبل رضا سليم. يا لهوي، بينزل طاهر الاول ومنزل رضا سليم في اخر كام دقيقه. هيعمل لك ايه رضا سليم في اخر ربع ساعه ولا في اخر 10 دقايق؟ هيعمل لك ايه؟ المفروض تنزل كواليتي زي الكواليتي اللي هيطلع. طاهر زي تاو، مستحيل. فانت نزلت طاهر ونزلت رضا سليم، والمفروض بقى هتهاجم بقى. فانت بتروح ايه؟ مطلع مروان عطيه ونازل كوكا. انت عم انت نازل ايه؟ انت نازل تهاجم. فبتعدل في خط الوسط. عمل لك ايه مروان عطيه؟ اللعيب اصلا طالع بيهز الماء. انا طالع ليه؟ الجدع ده ماله؟ انا اللي مطلعني بصراحه. عقليه غير طبيعيه وتغييرات غير موفقه من مارسيل كولر. ولا جوميز يتفوق على مارسيل كولر. اخطاء كارثيه من النادي الاهلي، اخطاء كارثيه. اولها يحيى عطية الله، واللي تسبب في هدف التعادل. ازاي حب بقى يعمل فيها جامد واللي مفيش منه اتنين، وعايز ياخد اللقطه عشان جمهور الاهلي يحبه. طبعا اللي بياخد اللقطه امام ماتش الزمالك او نادي الزمالك لازم اللي ياخد اللقطه خلاص كده بقى نجم الشباك، هيبقى ترند اسبوع. فهو حب ياخد اللقطه ويعمل كعب كده وحركات يابا وشغل عالي. فعمل الكعب هوب، ردت لعمر جابر، ارفع الكوره هوب. من صح نتعها في الجون. ازاي نتعها في الجون؟ عشان عمو ياسر ابراهيم كان بيجيب حلاوه لابنه الصغير. ياسر ابراهيم كان بيجيب حلاوه لابنه، فطبعا نسي المرمى ونسي الجون ونسي كل حاجه. والشناوي كان بيشرب عصير قصب جنب العارضه. ده تعليق. ناصر ماهر مين ناصر ماهر؟ منسي. ناصر منسي حط الكوره وده بقى يحتفل بقى ويهيص.
ناصر منسي اصلا مش عارف ايه اللي فكره بالكوره. ناصر منسي اصلا كان منسي، احنا مش فاكرين ان هو كان بيلعب كوره. افتكر بقى ان هو بيلعب كوره امام النادي الاهلي، يعني هو ميت طول السنه جاي يفتكر قدام النادي الاهلي. وايه بقى بالكوره اللي جابها في الشناوي دي خد مان اوف ذا ماتش. شوف ازاي غريبه. فالنادي الاهلي بيقدم ضحك، وطبعا الشناوي اداؤه سيء سيء سيء، والمفروض ياخد اجازه شهر 2 3 10، اجازه كده طويله، اجازه طويله، وندي فرصه لشوبير اللي ادينا له فرصه قبل كده ما كانتش فرصه، ده نزل او لعب عشان الشناوي اتصاب. يعني احنا لازم الشناوي يتصاب لا قدر الله عشان شوبير ينزل يلعب، كلام مش منطقي. فلازم طبعا الشناوي ياخد اجازه الكام مباراه اللي جايين دولت، وشوبير هو اللي يستلم رايه بعد الشناوي. طبعا كله ومفيش لعيب حلو، امام عاشور كان وحش، وسام ابو علي كان وحش، عمر كمال كان وحش بعد ما نزل مكان هاني طبعا بعد اصابه هاني، ياسر ابراهيم كان زفت، وطاهر مش عارف قال اللي نزله اصلا. فكله وحش في وحش. وايه بقى الاداره طبعا ليها حوار كبير، ولازم نتكلم عن الاداره سبب من اسباب الخساره، وسبب كبير كمان. ايه سبب بقى؟ ان الاداره ليها شأن في خساره النادي الاهلي. اقول لك رقم واحد مفيش طبيب نفسي. الطبيب النفسي عيان عايز طبيب نفسي، الطبيب النفسي عايز دكتور نفساني يعالجه. وعندك مين؟ محدش بيتكلم اللعيب اعمل اللي في دماغك، محدش بيتكلم اللعيبه كده مقتنعين ان اللعيبه دي جامده، خلاص اللعيبه دي بقت كواليتي عالي ومش محتاج ان حد يكلمها. لا، محتاجين ان حد يكلمهم ان اللعيبه دماغها مش في الملعب، عندهم احساس ان هم خلاص نازلين ياخدوا البطوله او الكاس، نازلين يخلصوا كسبانين، عندهم احساس شبع من البطولات قبل ما يدخلوا يلعبوا. اصلا انا داخل كسبان. انت كسبان ايه؟ انت بتلعب الزمالك صباح الفل. ده الزمالك يبقى ميت طول السنه ويصحى عليك انت. كل ما بتحصل كده. فعشان كده بقول لك وقلت لك في حلقه امبارح، لا او اول امبارح اللي كانت قبل المباراه، ما تتوقعش نتيجه مباراه، وما تتوقعش تشكيل ولا تتوقع اداء. ما ينفع، ده اهلي والزمالك ما تتوقع لهمش حاجه، دولت حاجه لوحديهم. كان تتوقع كل مباراه الموسم الا اهلي وزمالك يجوا قدام بعض، ده وحش هيكسب، ده حلو هيخسر. ما تتوقعش حاجه النادي الاهلي. طيب ايه بقى مشكله الاداره طبعا مفيش مدير كوره. سامي قمصان مش هينفع يبقى مدرب عام ومدير كوره، دي ما بتحصلش. ما عندوش دماغين، هو مش هيخلي الفص اليمين يبقى مدير كوره ويعاقب اللعيبه ويتكلم الحكام ويقف على الخط يتنطط والكلام ده، والفص التاني واقف جنب مصر كولر بيتشوقوا في التبديلات، يتشوقوا ده اللعيب ده يمشي كده، ده هيجي كده، ده هيعمل عرضيه، ده اللي هيلعب دي وده لا، ما فيش الكلام ده اصلا. قمصان مسافر قبل الماتش بيومين، يعني هو كان بعيد عن كولر قبل الماتش بيومين. يعني انت المفروض في عقل معاك، مصر كولر بيبقى معاه مساعد، واللي هو المفروض اللي هو سامي قمصان، هو بقى مش معانا يومين، مشي قبلنا، مشي عشان يرتب بقى ويشوف الملاعب والاهلي هيتضرب فين. يعني ما فيش حد غير قمصان يسافر قبل بعثه الاهلي عشان يرتب الملاعب؟ لا مفيش. موضوع يعصب. طيب ندخل بقى على صفقة انقاذ النادي الاهلي، واللي بشكل كبير جدا ادارة النادي الاهلي هتحاول تقنع مصر كولر بيها، وهي الجناح. ان احنا اجنحتنا متاكله، اجنحتنا محتاجه فيجيتار هيبقى طعمها احلى. فالنادي الاهلي هيحاول طبعا وبجديه ان هو يقنع مصر كولر بصفقه جناح نادي زد مصطفى زيكو. وبشكل كبير جدا ممكن تسمع بكره ولا بعده اصلا النادي الاهلي خلص مع زيكو، ان الاهلي مخلص مع زيكو من قرن اصلا. اللي هو الاهلي هيقول له انت عايز زيكو، تعالى يا حبيبي، الخطيب هيجيبه تحت ايده كده يقول له يلا العب اتمرن، بس زيكو معاك اصلا، زيكو ماضي صباح الفل يعني. طيب ودي حلقتنا النهارده، اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تنول رضاكم،
وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه نهائيه. ما تنساش طبعا تحط اللايك بتاعك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.